النهاردة مش هكتب قصة جديدة احكيها لكم. انا هقول لكم على اللي بيحصل لي، انا اللي بدفع تمن اللي بكتبه. اسمي احمد الشافعي، بكتب قصص رعب، قصص تخوف ناس وتضحك شوية تانيين، لحد ما جالي اليوم اللي تمنيت فيه ان ما اكتبش حرف واحد. في يوم صحيت الصبح كالعادة رايح الشغل، شفت شخص انا اعرفه، ده نفس الشخص اللي كتبته في قصتي الأخيرة، نفس الجلابية البيضة اللي عليها بقع دم، والشعر الأسود الطويل ولونه الأسمر، ونفس الخاتم، أيوة نفس الخاتم اللي لابسه في إيده الشمال. وكان اسم الشخصية دي في القصة سيد. كان بيبصلي وما شالش عينه من عليا، جالي فضول أكلمه وأعرف اسمه. رحت له وعملت نفسي بسأل على شارع قريب، وصف لي الشارع وشكرته وسألته عن اسمه. ضحك وقال لي ما انت عارف ان اسمي سيد. سابني ومشي، وفي ثانية اختفى بين الناس. خلصت شغل ورجعت بالليل بفكر في اللي حصل، من التعب نمت. حلمت اني واقف قدام عرش من النار ومتكتف بسلاسل حديد، وفي شياطين بتحارب بعض على العرش. ايوه ده نفس المشهد اللي كتبته في قصة عرش النار. ايوه هو. في شيطان منهم وقف قدامي ورفع سيفه وقطع رقبتي. صحيت من النوم مخضوض واستعذت ربنا من الشيطان الرجيم. فاكرين ان كده خلاص؟ لا، ده لسه. تاني يوم نمت، حلمت اني في المقابر واقف قدام قبر، وصوت جاي من ورا بيقول لي احفر يا احمد، يمكن تلاقي قصة جديدة تكتبها للناس. فضلت احفر لحد ما دخلت القبر. صحيت من النوم عرقان ومخنوق وايدي عليها تراب. انا خلاص فتحت على نفسي ابواب الجحيم ومش قادر ابطل كتابة. في حاجة بتجبرني اكتب. انا دلوقتي قاعد على مكتبي، واقف قدامي ظل اسود وبيهمس وبيقول لي اكتب يا احمد، اكتب يمكن الناس تصدقك، او يمكن تكتب نهايتك بايدك.